طيب انا هرد عليك بالتفصيل. اولا، عشان تعمل اقامه تعدل وضعك بفيزا السياحه في اي دوله من الاتحاد الاوروبي، تقدر عن طريق الجواز. ادي اول حاجه. الحاجه التانيه والاسرع والاضمن، لو رحت مثلا اسبانيا بتقعد 3 سنين عشان تعرف تعدل وضعك. دلوقتي في قانون بيقول لك ممكن تقعد سنتين، ولكن السنتين دول انت بتكون غير قانوني وبتبقى ماشي خايف. وبعد السنتين دول او ال3 سنين في اسبانيا بحكي لك لازم تكون حصلت على عقد عمل. طيب انا عايز اعدل وضعي، اعمل ايه؟ والله العظيم الكلام ده انا عملته، وادخل شوف قصتي على اليوتيوب. كنت ماشي مع الناس خطوه بخطوه وانا في فيزا السياحه ومن قبل ما اخد اقامه. يعني مش بقول لك الكلام ده يعني واحد بيسمع ولا بيشوف فيديوهات، ولا انا بكلمك على حاجات انا مريت بيها. لان ما كانش عندي استعداد ان انا اعيش في دوله من يعني عندي 1% شك ان انا مش هاخد اقامه او اكون عايش بطريقه غير قانونيه. فعملت ايه؟ طلعت على البرتغال وطلعت وحكيت قصتي وقلت للناس كل حاجه اعرفها عن البرتغال، وكنت سبب في ناس كتير راحت البرتغال وعملت اقامه. فانا بقول لك، عايز تعدل وضعك وعاوز تضمن اقامه في الاتحاد الاوروبي يا ابن الناس، روح على البرتغال، اعمل المانيفستو سوا. هات معاك الفيش والتشبيه، هات معاك تذكره الطيران، هات معاك التاشيره اللي انت دخلت بيها الاتحاد الاوروبي قانوني، هات معاك الاوراق دي كلها. اثبت نفسك في هوستل او اوتيل عشان تطلع حاجه اسمها اللي هي الايوتين دي. وفي نفس الوقت اللي هي قصدي الانترادا، اسف، لا الايوتين دي ده اللي هو رقم التامين الصحي. بعد كده بقى بتعمل انت بقى حاجه اسمها رقم النيف اللي هو الرقم الضريبي، بعد كده الرقم السيجورانسا سوشيال اللي هو الرقم الضمان الاجتماعي. بعد كده بتشوف حد بقى بيساعدك بعقد عمل او بالاكتيفيداد او آه، ب يعني باي حاجه من الحاجات ديت. ما لقيتش، انت ممكن تدور على شغل وتشتغل وبتدفع ضرائب وبتنتظر الاقامه بتاعتك حد اقصى من سنه لسنه ونص ان شاء الله، لان دلوقتي بداوا يسرعوا في الموضوع دوت، وهتاخد الاقامه. دي كانت نصيحتي ليك عشان خاطر ما تتعبش، عشان اخوك اتفرم. اخوك اتفرم، قسما بالله اتفرمت. وقلت للناس ده السبب اللي خلاني اطلع عشان اقول للناس، لان تعبت، انا تعبت من المعلومات المغلوطه. فلقيت قدامي هي البرتغال، فانا بقول لك وانت ليك حريه الاختيار. بس اللهم بلغت، اللهم فاشهد، وربنا يوفقك. هتتعب في الاول بس بعد كده ترتاح، صدقني، اسمع كلام اخوك. والسلام عليكم. عليكم السلام.